السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة رانيا من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن لوحة التحكم بالنسبة للحرارة والرطوبة والتهوية الخاصة بعنابر الدواجن. طبعا لوحة التحكم بيكون ليها تأثير كبير جدا على الدواجن وعلى الإنتاجية، لأنها بتكون مظبوطة على حسب احتياج الطائر من الحرارة والرطوبة وطبعا التهوية. زي ما ظاهر قدامنا في الفيديو، دي لوحة التحكم اللي بيتظبط عليها المراوح والشفاطات، وطبعا بيكون في حساسات موجودة في العنبر كله بتقيس درجات الحرارة والرطوبة وكمان سرعة الهواء. لوحة التحكم ليها أهمية كبيرة في العنابر، لأن احنا ممكن نشتغل اوتوماتيك بشكل كامل بالنسبة مش بس الحرارة والرطوبة والتهوية، لأ كمان ممكن نشغل أنظمة طبعا الشرب وأنظمة التغذية كمان. بالنسبة للوحة التحكم كمان ليها مميزات كبيرة بالنسبة لتوفير التهوية، لأن مش كتير بيعرف يظبط التهوية في العنبر، لأن لوحة التحكم بتكون عاملة كنترول بالنسبة للأكسجين، وكمان بتطرد الغازات الضارة زي ثاني أكسيد الكربون والأمونيا. وبما إننا داخلين على فصل الشتاء، طبعا بتعمل توزيع للحرارة بشكل كامل في العنبر، غير إن هي بتتخلص من درجة الحرارة الزايدة في العنبر، وكمان بتوزع الرطوبة وبتتخلص من الرطوبة الزايدة. لوحة التحكم كمان بيكون ليها تأثير كبير على التهوية، لأنها بتكون متحكمة في قفل وفتح الشفاطات وكمان تشغيل المراوح على حسب درجة الحرارة اللي الطائر محتاجها على حسب عمره. كمان بيكون فيها إنذار عشان لو درجة الحرارة عليت أو نزلت على حسب احتياج الطائر، بيدي إنذار للعامل الموجود في العنبر، أو كمان لو متوصل بالموبايل أو الايباد اللي يعرف صاحب العنبر ان في مشكلة في الحرارة ويبتدي ان هو يظبطها في اسرع وقت. طبعا ظبط لوحة التحكم دي هتكون لوحدها في فيديو، وازاي ان احنا نظبط عليها المراوح او الشفاطات، كمان خلايا التبريد او الدفايات. وشكرا لمتابعتكم، واستنونا في باقي الفيديوهات.